نبدأ دايما معكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو ان شاء الله لي صابلي بالشوكولا، تزيين بزاف شباب وراقي. نبدأ مباشرة في التحضير. عندي 250 غرام تاع مارغرين بحرارة الغرفة، يعني تكون طرية. نزيدو عليها كاس إلا ربع تاع سكر غلاس، يعني سكر ناعم. ونضيفو عليه كذلك حبة بيض كاملة. هاد المكونات حنديرو يجونا لي صابلي بزاف طريين وشابين، يعني كيما نقولوا يذوبوا في الفم، هايلين. نخلط هكذا باش كي نضربهم بالباتور ما يطيرش عليا السكر، والزبده كذلك ما طيرش بزاف. حنزيدو كذلك ملعقه تاع شاي تاع لافاني، تعطينا نكهه بزاف شابه وريحه شابه في لي صابلي ديالنا. ونخدم بالباتور كيما قلت دائما لي صابلي تقدروا تخدموهم بيديكم ولا حتى بالباتور. نخلطهم هكذايا كيما قلت باش السكر والزبده والبيض هذاك يولوا قوام، يعني واحد، خليط واحد. نخلطهم شويه هكذا حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. ونزيدوا عليهم دوكا مباشره نزيدوا عليهم نص كاس تاع زيت. نصف كاس تاع زيت هذا حيعطينا طراوه بزاف لي صابلي ديالنا ويجو يذوبوا كما قلت في الفم وبنان كذلك. نص كاس تاع زيت المائده، زيت عاديه. نعاود نخلط تاني كلش هذا الخليط مع بعضه هكذا، تدخل الزيت مع الخليط حتى تولي لنا كما راكم تشوفوا بهذا القوام كريمي. دوكا حنزيدو 3 ملاعق تاع كاكاو بني، 3 ملاعق تاع كاكاو بني. حيعطينا لون شباب اللي صابلي تاعنا هكذا. نخلطهم كذلك باش ما يطيرناش الكاكاو كي نعودو نخلطو بالباطون. نخلطهم شويه هكذا ونضربوهم حتى يمتزج كامل هذاك الكاكاو مع الزبده تاعنا حتى نحصلوا اللون البني كذلك. دركا عندي فرينه مغربله، نبدا نزيد الفرينه غير بشويه هكذا. ندير الفرينه تاعي بشويه ونضيف عليها كذلك كيس تاع 10 غرام تاع خميره الحلوى هكذا. نخلطهم بالملعقه، يعني ندخلهم. تحبوا تستعملوا اليد مباشره، تحبوا تستعملوا هكذا في البدايه الملعقه. انا حبيت نستعمل الملعقه في البدايه مازالها طريه، يعني هكذا تسهلنا الخدمه فقط. هكذا ندخل الفرينه كما قلت باش ما نعجنهاش كذلك. لي طاغت ما نعجنوهمش، هذه الحلوه تاع الزبده هكذا ما نعجنوهمش يجونا طريين. ندخلها هكذا، ولا كنتي تخدمي بصبعتك بيدك، يعني خدمي غير باطراف الاصابع، دخليها باطراف الاصابع هايليك. الفرينه كما قلت غربلوها باش تجيكم الحاجه شابه. وكما دائما نقولوا كي تعودوا تزيدوا الفرينه غير بشويه باش ما يفوتكمش القوام اللي تحوسوا عليه هكذا. دوكا خلاص بعد ما لي تقالت شويه نكمل نخدمها بيدي باطراف الاصابع ونضيف الفرينه حتى نكمل، يعني نتحصل على عجينه طريه كما راكم تشوفوا هكذا. نطمها كامل تكون طريه، تمسيها باصابعك طريه. هاي لك عجينه ما شاء الله هايله. يجوا لي صابلي هادو بنان ومام الشكل تاعهم هذا الشكل ما يتغيرش، يعني كي تحطوها طيب ما تكمش ولا تقعد هي، يعني الحبات يجوكم قد كي ديروا وحده على وحده يجوا الحبات قد. وشنو كي تقطع كي ترفدوهم، يعني متعوجوهمش كي تقعدوا ترفدوا فيهم برك. هذا ما كان نحلها ندير ساشي من تحتها باش تجينا الوجه تاعها رطب، ونزيد ساشي من الفوق هكذا. شوفي كيفاش يجي الوجه تاعها رطب، يعني مش كيما تحطوها ديريكتومون على الحلال هكذا. نسقمها كامل في الاطراف ونعاود نحط الساشي تاعي ونحلها. ما نحلوهاش رقيقه بزاف وماشي خشينه بزاف، يعني كيما تعرفوا لي طاقطه حنحط وحده فوق خطها، يعني ما يجوش خشان بزاف. الفوق تاعي كنت ديجا شعلته على 170 درجه. لي طاق تاعنا ما ياخذوش بزاف في الوقت في الطياب تاعهم، يعني مجرد يولوا بشويه هكذا بالذهبي دوغي، يعني كيما نقولوا ذهبيين شويه في الغوز. نحوهم ما نخليهمش يبطاو بزاف هكذا. نطبعهم بالشكل اللي حبيتو. تحبوا هذا تحبوا الدائري، كاين بزاف في الطوابع اللي تحب هاوليك السمك تاعها قد من يجي، ما يجيش خشين بزاف وما يجيش رقيق، باش نحصلوا على حبه شابه يعني متوسطه، ماشي عاليه بزاف وماشي حابطه. نحوهم هكذايا بلا ما نعوجوهم، راح يقعدوا هما صدقوني هاد الوصفه، يعني ما يتكمشوش الحبات ديالكم
وما يتصغرش حبه على الاخرى. هكذا كي نحطهم على بعضهم كامل يجوا قد قد. نكمل نحيهم بنفس الطريقه ونكمل العجينه كامل بهذه الطريقه، يعني نطم اللي بقات العجينه ونديرها، يعني نعاود نحلها مره ثانيه باش حد تخسر. هكذا نرفدوها بالكوبات ولا بالموس ولا باش تقدري ترفديها. وليك كيفاش جاو دوك نحطهم يطيبوا كما قلت على 170 درجه، ما ياخذوش وقت بزاف، غير تقدري ترفدي وتشوفيهم يعني كل واحد الفوق تاعو، يعني طلع عليهم برك هام طابوا. درت حبه هاملك كيفاش طيبيهم لتحت غير يكونوا ذهبيين فقط. حطيت هاد الحبات كامل على بعضهم كامل جاو قد قد وجاو بالطبع، يعني ماشي معوجين، ما حبه ما صغارت على الاخرى. كما راكم تشوفوا الطول القوام تاعهم شباب كذلك طريين يهبلوا ما شاء الله. هنا حنديروا الكريمه اللي حنديروا كريمه الزبده اللي حنشدوا بها الحبات مع بعضهم، ماش حنكثر بزاف، حندير قيس الكميه اللي درتها. نديروا 100 غرام تاع المارغرين ولا الزبده باش يعطينا الذوق شباب 100 غرام، ونزيدوا عليها كاس تاع الا اسبوع تاع سكر كلاص، ولا اللي يحبها تكون شويه حلوه يزيد يعني شويه سكر، يعمر كاس ولا كاس وربع يعني تجي حلوه. انا ما درتهاش حلوه بزاف. هنا عندي شيت هاد العلبه تاع الكابريز، ذوق الكابريز هاي ديك سائله عندها ذوق بزاف هايل. حنضيف معاها ندير ملعقتين هكذا، تزيدنا في يعني في الذوق تاعها. وهاد الكابريس يعني هاد السائله ماهيش حلوه بزاف، ماشي حلوه يعني ما تخافوش الحلاوه ماهيش حلوه بزاف. وتقدروا كذلك اللي ما يديرش هادي تغلي كانت عندك شوكولاته تختيني يعني تقدري ديرها منها ملعقتين يعني تجي تاني مليحه، كل واحد واش يحب يضيف لها لداخل ولا يعني قولي حبيته. المهم هكذا انا درت تاع الكابريز نزيد ملعقه ثانيه هكذا. حنتحصل على كريمه شابه بزاف، كريمه زبده هايله تجي في الوسط يعني تحسي بالذوق والفرق يعني في الذوق. نخلطهم مليح مع بعضهم هكذا. حنتحصل على هاد الكريمه نعمرها كذلك في كيس بلاستيكي باش نخدم به باش تجيني الخدمه سهله وميم طون نضيفه، يعني ما نخمتش الحبات دياولي ونقدر نستعملهم هكذا. نعمرها في هذا الكيس. دركا نفتحها من الامام وندير هكا لوتور كامل تاع الحبه تاعي. هاد اللوتور هذا كامل تاع كريمه الزبده باش ما يخليش الوسط نعمره الكابريس هذه اللي شيت يعني العلبه اللي شتوها او حتى شوكولا يعني تكون حاجز باش ما تخرجش، تكون سائله كي تفتحي الحبه في الوسط يعني تقعد سائله هذيك الشوكولا اللي درتوها في الوسط ولا هاد الكابريس سائله. وراح نسقم يعني الاطراف هكذا في الاطراف كامل نسقمها باش ما تجيش خارجه وتجي متساويه. حتى الكريمه الزبده اللي درناها جات هايله يعني ما جات سائله وشاده روحها. نعمر في الوسط كما قلت هكذا شوكولا ولا كريمه او الكراميل هكذا، مش حيتبدل الشكل تاعها تاني. جات هايله كريمه الزبده ما تسيش يعني قعدت هي. تقدروا تاني اللي ما يحبش يدير كريمه اللي ما يحبش يدير الشوكولا في الوسط ولا يعني ولا حبيتوا ديروا كريمه الزبده وحدها يعني تقدروا تجيكم تاني مليحه وتزيدوا لها شويه كاوكاو ولا لوز ملحي يعني تخلطوا مع كريمه الزبده وديروها في الوسط تجي رائعه. بعد ما كملت درتها في الثلاجه شويه تزيد تشد روحها يعني تبرد مليح كريمه الزبده. روح هنا درت علبه تاع شوكولا تاع المرجان جات هايله يعني الذوق تاعها، وضفت عليها 2 ملاعق تاع الحليب باش تخفاف شويه وتجيني سهله في الخدمه. هنا نطليهم هكذا بهذه الطريقه كما كنت تشوفوا ونحطهم يعني تنشف شويه هكذا سهله يعني، ونركزوا على الاطراف يعني نشوفوهم باللي قاستهم الشوكولا حاجه سهله يعني. هاي ليك الوسط تاعها قد هو
نكملوهم كامل بنفس الشيء. هنا ما نديرش بزاف، ندير واحد كيما راك تشوفوا هاد الكميه، غنشوفوهم نشفوا يعني ما نشفوش تماما، بقات شويه مازال ما نشفوش مليح. ندير هنايا في الصفايه ندير شويه تاع كاكاو وندير عليها هكا من الفوق غير شويه فقط هكذا. ما نديروهاش كي تكون ناشفه كامل لخاطش ما يشدلكش حيطير، وكي تكون شامخه راح تشرب هذيك الشوكولا ما تبانش. يعني كي نشوفها نشفت وما نشفتش كامل نديرو، يعني قبل ما نكملوهم نديرو شويه ونعاودو نزيدو نكملو الاخرين. هكذا حيعطينا هاد المنظر الشباب تاع الحبه. هاد التزيين يعني هايل، عجبني بزاف، يعني كانوا داروه ديجا عجبني يعني، وقلت نزيد نديرو معاكم هكذا. دوك يقعد هكذا يعني كي تنشف يقعد هو ما يتنحاش. هاوليك هايل، شوفوا الحبه كيفاش جات العلو تاعها شباب وجات شوكولا يعني اونجيري حبه واحده كليما مش لاصقين مع بعضاهم كيما راكم تشوفوا. يعني كما قلت هاد الطريقه شابه يعني في الخدمه تاع لي صابلي. نكملهم كامل بنفس الطريقه. هاي لك الشوكولا تاع القوام تاعها يعني كانت سائله مليح. دركا حندير شويه تاع الملون الذهبي، نزيد له شويه تاع الزيت، وراح نزيد شغل نرشهم شويه تاع بالفرشه تاع اسنان، نرشهم شويه تاع الفوق تاع الدوغي تاع الذهبي هكذا يزيد لها جمال. وحنغطس دركا نزيد نزينهم كذلك بحبه تاع البندق، نغطسها شويه تاع في الشوكولا باش تلصق لي مع الحبه تاع لي صابلي ونحطها من الفوق. وانتم زينوا كيما حبيتوا، كل وحده تزين بطريقتها وكيما تحب. الحبه تاع البندق مع الشوكولا تجي بزاف بنينه. هكذا نكملهم كامل. وهاي الكميه اللي طاتها لنا تاع 250 غرام تاع المارغرين عطاتنا كميه مليحه وحبات بزاف شابين. هامليك يعني يليقوا الاعياد المناسبات، يعني شابه يعني حلوه هايله وبنه ممكن تاكلوها يعني ذوق فيها الشباب لداخل، كريمه تاع الزبده هذيك بنينه والشكل كذلك بزاف بريزونطابل كما نقولوا راقي. نتمنى لكم تجربوها يعني وديروها يعني هاد الوصفة. وما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وفي رعاية الله.